قانون الشعب كله مستنيه ومن وقت للتاني نسمع عنه وكله عينيه متعلقة على العد التنازلي لإعلانه. احنا بنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، تعديلات بتوصل لحرمان الأم من الحضانة أو حرمان الأب من الرؤية لو خالفوا القانون، وسيدات بتعاني ورفع شعار الولاية حقي عشان تعبر عن معاناتها في إنها تقرر مصير عيالها، وأب محروم بالسنين من شوفة عياله، وعلى الناحية التانية أم متاخد عيالها من حضنها ومش عارفة تاخدهم من أبوهم عشان بتتعاقب لأنها اختارت تتطلق، وفي النص العيال بيضيعوا. فين القانون اللي بيحمي الحقوق ويفض الإشكاليات دي كلها وبنسمع عنه من أكتر من 8 سنين؟ فين اللي يضمن إن الطلاق ما يكونش تدمير لنفسية الطفل؟ ويا ترى لما يتعمل بيه فعلا هيرضي كل الأطراف؟ في يناير 2025 أعلن رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إننا انتهينا من صياغة القانون الجديد اللي فيه 355 مادة. وزارة العمل قالت لك جاري ضبط القانون، ولحد دلوقتي محلك سر، مع إن القانون بشكله الجديد بيحسم توثيق الطلاق الشفهي، ده غير ترتيب الأب في الحضانة اللي كانت مفاجأة التعديلات فعلا. لكن حسب القانون الجديد فإيه الحالة اللي يحق للأم إنها تحرم الأب من إنه يشوف العيال؟ وإيه الحالة اللي هتاخد الحضانة من الأم غصب عنها؟ وفي النهاية إيه مصير قانون الأحوال الشخصية دلوقتي؟ أنا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط بين تعديلات القانون الجديدة وبين معاناة الأسرة المصرية وطوابير محكمة الأسرة. عشان تعرف الأول حجم المشكلة، فعدد حالات الطلاق وصل لأكتر من 265 ألف حالة في 2023، وده حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والخلع لوحده عدى 8000 حالة. نيجي بقى لتعديلات القانون. قانون الأحوال الشخصية الجديد ابتدى من أكتر نقطة حساسة في أي خلاف: مين اللي ليه حق الحضانة، وإمتى الحضانة تخلص، ومين ياخد القرار عن الطفل، ومين ليه حق الوصاية. من أقوى وأهم التعديلات اللي الناس كلها ركزت عليها في القانون الجديد هي تغيير ترتيب الأب في الحضانة عشان يبقى المرتبة التانية بعد الأم بدل ما كان ال16، وكان الأب يستنى دوره بقى بعد الجدات والإخوات والخالات والعمات. لكن الحياة طبعا مش وردية يا عزيزي من كتر اللي الواحد بيشوفه. عشان كده في فريق قال الدنيا مش بتخلص بالمعروف. ايه اللي يضمن ان الأب ما يستغلش العيال في الحالة دي ويمارس ضد طليقته العنف النفسي والجسدي، أو يضغط عليها ويساومها على حق الحضانة والرؤية مقابل إنها تتنازل عن نفقتها الشخصية ونفقة الأطفال بعد الطلاق أو أي تنازلات تانية. وده فريق شايف ان زيادة مميزات الراجل مش لصالح الأسرة، وان العنف والمشكلة من عند الراجل، هو الظالم والست المظلومة. زي السيدة اللي رايحة تطالب بحق عيالها في النفقة اتسحلت هي واختها بعربية طليقها قدام محكمة الأسرة في أكتوبر. وعامة عشان تكون عارف، القانون الجديد خلى سن الحضانة 15 سنة للبنات والذكور لحد زواج الأم أو وفاتها. كمان في جمعيات ومراكز أخذت القانون الجديد وفندته وقالت ان تعديل الولاية للأم بعد وفاة الأب تعديل عالي العال، وده بعد ما كان بيروح للجد من الأب. لكنهم قالوا ان القانون ما وضحش مصير التعليم والسفر والانتقالات، لان الام في القانون اللي موجود دلوقتي ما تقدرش تتصرف في حاجه من دي الا بالرجوع للجد من الاب او اللي عليه الدور في الولايه. وده اللي خلى سيدات تعمل حمله تحت هاشتاج الولايه حقي، ويصرخوا فيها ويتكلموا عن معاناتهم وحرمانهم انهم يقرروا مصير اولادهم ويقدروا يصرفوا عليهم صح ويتحكموا هم في امورهم الماديه. وبيقولوا مش معقول كل ما عاوز اسحب فلوس من رصيد الولد في البنك ولا اروح بيه في اي حته اخد اذن جده ولا عمه. ونيجي بقى للايفات الاستغاثه، اخر ملاذ بتضطر ليه الام عشان تجيب حقها. يمكن نقول عشرات او يمكن مئات اللايفات بتتفتح على مواقع التواصل الاجتماعي من امهات بتستغيث بجبروت الاب اللي ما بيصرفش مليم على عياله فمضطره تحرمه منهم، والاباء اللي بكل الشياكه يعملوا بوستات يشهدوا المجتمع على الام القاسيه اللي حرماه من انه يشوف عياله. القانون الجديد مبدئيا غير كلمة الاستضافة لاستزارة، ما يصحش يعني الأب يستضيف ابنه، هو مش غريب. لكنهم قالوا هنسميها زيارة أشيك، وكمان هنضيف شوية تكنولوجيا. مش لازم الرؤية تكون في نادي أو مكان عام، ممكن تكون أونلاين في حالة مرض أي طرف أو السفر برا مصر. لكن ثواني، الشيطان شاطر، وارد الأب ياخد الابن وما يرجعوش بعد الرؤية. هنا القانون الجديد بيدي الحق للأم تمنعه من إنه يشوف العيال تاني لو ما رجعهمش. ومش بس الحالة دي، ده لو رفض الأب يصرف على ابنه من حق الأم بالقانون تمنعه إنه يشوفه تاني. ويفضل العيال في النص في أغلب الأسر عشان كل طرف يضغط على التاني. العيال مرعوبين، صويت وصريخ ومحاضر شرطة، هو يقول المهم أكسر نفسها وهي تقول المهم أذل قدام عياله. والشيطان هنا يكمل معانا. طب لو الشيطان لعب في دماغ الأم والراجل طيب وكويس وبيصرف وطلب يشوف عياله، لكن هي راسها وألف سيف تحرق قلبه عليهم،
القانون ما عندوش ارحميني، ساعتها بتتنقل الحضانه فورا للاب. نيجي بقى لاهم نقطه في القانون شغله مصر كلها، ده في رجاله بتحلف بالطلاق اكتر ما بتشرب ميه. المهم الرئيس السيسي لما قال لفضيله امام الازهر تعبتني يا فضيله الامام، كان بعد محاولات كتير من الدوله ان القانون ينص على وقوع الطلاق اللي بيتوثق بس، لكن الازهر كان شايف انه تمام يتوثق لكن الشفهي بيقع برضه. في القانون الموجود دلوقتي الطلاق لو شفهيا بيقع رسميا ويخلي الزوجه محرومه من حقوق كتير، بتتحرم من النفقه ومصروف الاولاد وحتى حقها في البيت، كل ده ممكن يتهرب منه الزوج لان الطلاق ما توثقش. وفي حالات كتير حصل فيها ضغط وعنف ضد الزوجه او ابتزازها عشان تتنازل عن حقوقها بسبب غياب التوثيق. طلاق يتقال بكلمه من غير شهود ومن غير ورقه، وفي لحظه حياه الست تتشقلب ويجرجرها جوزها لبيت الطاعه وتتحرم كمان من النفقه ويتقال عليها كمان ناشز. وزي ما شفنا في قضيه الاعلاميه بوسي شلبي، لو الزوج توفى وهي مش عارفه انها مطلقه مفيش ميراث ليها خالص. لكن مشروع القانون الجديد بيقول ان الطلاق الشفهي بيقع ولكن ما بيتحسبش قانونا الا من تاريخ اعلام الزوجه رسميا، ولازم يتوثق خلال 15 يوم، ولو ما توثقش الزوج بيتعرض للعقاب حسب القانون. ولو مات الزوج والست ما تعرفش انها مطلقه بتفضل مستحقه ميراثها بالكامل ويطلع القانون انصح من الزوج. ومش بس كده، انت بقى وقعت ومحدش سمع عليك. كتير من الرجاله عاملين فيها الحاج متولي، وللاسف مفيش اكتر من الحالات اللي الست بتكتشف فيها ان جوزها متجوز عليها، ده في اللي بتكتشف ده بعد ما يموت كمان، وتلاقي في شركاء معاها في الميراث وفي حقها وحق عيالها. حسب تقارير قانون الاحوال الشخصيه الموجود دلوقتي بيسمح بتعدد الزوجات حسب الشريعه الاسلاميه، لكن من غير شرط موافقه الزوجه الاولى او حتى الثانيه لو هو بيتجوز الثالثه، ولا حتى بيجبره يحقق العدل بينهم، بس بيلزم الزوج بانه يختار زوجته الاولى عن طريق المأذون، ولو ما اختارهاش فالعقوبات ضعيفه حسب حقوقيين. العقوبات هتبقى حبس مده قصيره او غرامه ماليه يقدرها القاضي، وده طبعا بيفتح باب ان الزوج يتلاعب بتاريخ الاخطار او ان الزوج ما يلتزمش اصلا انه يعرف زوجته الاولى. وعشان كده اصوات حقوقيه كتير قالت ان ده فيه معاناه للست اللي مطالبه تثبت العبء النفسي والمادي عليها قصاد المحكمه، وده عشان ترفض زواج زوجها من سيده تانية. وقالت التقارير ان رغم مقترحات الاذن القضائي الا ان مفيش تفاصيل واضحه تم الاعلان عنها تخص النقطه دي في القانون الجديد، وشايفين اننا لو فضلنا كده هتفضل الست في دوامه توصلها للخلع وانها تتنازل عن كل حقوقها عشان تبقى حره. ودي من النقاط اللي اتناقشت بقوه لانها من اسباب معاناه السيدات، في مقابل ان الراجل مش مطالب غير انه يقدم للمحكمه انه عنده القدره الماديه انه يتجوز تاني. ويمكن من اهم التعديلات في القانون الجديد لائحه مخصوص للمسيحيين، واللي بخصوصهم الكلام بقى ان يتلغي بند الطلاق عند تغيير المله، وبقت الشريعه اللي تم الزواج بيها هي الحاكمه حتى لو غير اي طرف ملته. بس في وسط كل التعديلات اللي سمعنا عنها عن الولايه والرؤيه والنفقه والطلاق ومعاهم الاستزاره، الا ان القانون الجديد ما قالش اي حاجه عن المسكن الامن للست وولادها بعد الطلاق. مفيش نص واضح بيقول ان الزوج لازم يوفر شقه للمطلقه الحاضنه، وده حصل عشان المحكمه الدستوريه نفت ماده كانت بتلزمه بكده لانهم شايفين ان ده بيقيد حقه في الطلاق. يعني دلوقتي المطلقه لو عايزه تفضل في بيتها لازم ترفع قضيه تمكين، ولو ربنا كرمها بحكم لصالحها تبدا رحله تانية ازاي تجيب الشقه من طليقها وازاي تمنع انتقامه. كم مره سمعنا عن شقه خربها الزوج بايده، شقق اتحولت لتراب، كل ده بس عشان الام طلبت بحقها. في ناس تقول لك ما اكيد الست عملت وسوت في الراجل، طيب والعيال ذنبها ايه؟ والكارثه الاكبر اللي اتكلم عنها حقوقيين ان القانون لحد النهارده ما بيعترفش بمشاركه الست في شقه الزوجيه حتى لو دفعت وحتى لو جابت العفش. والاحصائيات بتقول ان الستات في مصر بيمتلكوا بس 3% من العقارات و97% بيمتلكها الرجاله. في النهايه فين القانون اللي بيحمي العيال؟ وليه السنين الطويله دي مع ان المجتمع كله شايل الشيله من امهات مكسوره واباء مجروحين، من لايفات على التيك توك والاستغاثه ومحاضر الشرطه، من حياه كلها عند وكل واحد شايف نفسه مظلوم؟ اللي المفروض يحصل في اسرع وقت ان بعد الصياغه النهائيه ما انتهت في يناير اللي فات يتبعت لوزاره العدل لمراجعته، بعدها بيروح لمجلس الوزراء، وبعدها للحوار المجتمعي والتوافق عليه قبل ما يروح لمجلس النواب. واللي المفروض يحصل انه يتقدم للنقاش في ظل الانعقاد الحالي للبرلمان، ونتمنى انه يتم اقراره قبل نهايه الفصل التشريعي في يناير 2026. ودلوقتي انت مع الفريق اللي بيقول الرق على الست ولازم تستحمل وتحافظ على بيتها، ولا مع الفريق اللي شايف ان الراجل هو سبب الخراب والست شايله الليله كلها؟ وهل الحل فعلا في قانون صارم الكل مستنيه، ولا الحل لازم يكون مننا احنا؟ قول لنا رايك في التعليقات، ما تنساش اللايك، كالعاده شير الرابط.